فيلم سبايدر مان هوم كومينج اخيرا صدر في السينمات، وفيه شفنا علاقة بيتر باركر وتوني ستارك عن قرب في عالم مارفل السينمائي. لكن ايه نوعية علاقتهم في الكوميكس؟ طبعا زي الفيلم الاتنين في الكوميكس حلفاء معظم الوقت، لكن في اوقات الاتنين اتحطوا في موقف كانوا ضد بعض فيه واضطروا يحاربوا بعض. في الفيديو هنشوف 3 مرات ايرون مان وسبايدر مان حاربوا بعض، اسباب الخناقة ومين اللي كسب في كل مرة. في الفيديو احنا هنمشي بترتيب صدور العدد اللي حصل فيه الخناقة من الأقدم للأجدد، وبالتالي رقم 1 هيكون القتال اللي حصل في العدد الثالث من Amazing Spider-Man Annual واللي صدر عام 1966. القتال ده كان حاجة كوميدية أكتر منه قتال حقيقي. في العدد ده الأفينجرز بيتجمعوا وبيتناقشوا إذا كان المفروض يضيفوا سبايدر مان للفريق ولا لأ. وسط ناس بتوافق وناس بتعارض قرروا إن هم يسألوا دير ديفل عن رأيه في سبايدر مان عشان اشتغل معاه قبل كده. دير ديفل قال إنه هيبقى إضافة ممتازة، وهنا الأفينجرز بيستدعوه وبيبداوا يتناقشوا وهو موجود معاهم عن ايه افضل اختبار يحطوه فيه علشان يقرروا اذا كان يستحق الانضمام ولا لا. وهنا ايرون مان بيتكلم بطريقه متكبره مع سبايدر مان وبيقول له الاحسن انك تطلع بره شويه عشان نعرف نفكر عشان انت عامل لنا ازعاج. سبايدر مان بيتعصب وبيبدا يزعق، لكن باقي الافراد بيهدوه. هوك اي بدأ برضه يتكلم بطريقة وحشة مع سبايدر مان. هنا سبايدر مان افتكر ان هو ده الاختبار وانهم بيحاولوا يعصبوه علشان يحاربهم، ولو انتصر عليهم يبقى نجح. ومن غير مقدمات بينط على هوك اي وبيضرب ايرون مان بكوعه وبيضرب جولايث في وشه وبيشقلب كابتن امريكا. وسط الخناقة كلهم بيبدأوا يهدوا شوية ويقفوا، ودي كانت اول مرة سبايدر مان يخش في قتال مع ايرون مان. بما انه مش قتال بالمعنى الحرفي للكلمة فما نقدرش نقول ان في فائز معين. تاني خناقة حصلت كانت أثناء الإيفنت بتاع السيفل وور، واللي كانت حرب أهلية كبيرة بين ايرون مان وكابتن أمريكا على إذا كان المفروض السوبر هيروز يتسجلوا عند الحكومة وهي اللي تبقى عارفة شخصياتهم وهي اللي توجههم، وده اللي كان فريق ايرون مان عايزه، ولا يشتغلوا بحريتهم، وده اللي كان فريق كابتن أمريكا عايزه. في البداية سبايدر مان بينضم لفريق ايرون مان، ولكن بعد فترة سبايدر مان بيبدأ يشكك في نزاهة ايرون مان بعد ما بقى الناس المعارضة لتسجيل السوبر هيروز بيروحوا السجن. وهنا سبايدر مان بيقرر يغير الفريق ويبقى ضد ايرون مان. وفي العدد الخامس من سيفل وور سبايدر مان بيواجه ايرون مان ببدلة ايرون سبايدر اللي ايرون مان نفسه هو اللي صنعها له. سبايدر مان قدر انه يتفادى كل هجمات ايرون مان ووجه له هجمات قوية كتير وكان خلاص هيهزمه، ولكن وصول وحدة القبض على البشر الخارقين وصلت وانقذته وسبايدر مان اضطر انه يهرب. خلال الحرب الاهلية حصل مواجهة تانية بين الاتنين اثناء احداث العدد ال14 من المجلد الرابع من ايرون مان، ولكن في المواجهة دي ايرون مان بينتصر انتصار حاسم ضد سبايدر مان بسبب انه استغل البيانات اللي قدر يجمعها من بدلة ايرون سبايدر وبقى عارف تحركات سبايدر مان اثناء القتال. ثالث واخر مرة الاتنين يتخانقوا كانت في العدد ال13 من المجلد الرابع من Amazing Spider-Man اللي صدر عام 2016. في العدد ده ايرون مان بيطوع انه يدي ويب شوتر اللي هو الجهاز اللي بيطلع الخيط بتاع سبايدر مان لمايلز موراليس اللي هو سبايدر مان الجديد من كون مختلف، بس بقوا موجودين مع بعض في نفس الكون بتاع ايرث 616 نتيجة احداث سيكريت وورز. سبايدر مان لما سمع كده اتضايق وقال له ما انا اديت له ويب شوترز ليه تديله واحده جديده. ايرون مان رد عليه وقال له ان التصميم بتاعهم كان سيء جدا، وساعتها ايرون مان ما كانش يعرف ان بيتر باركر هو سبايدر مان، فقال له ان التصميم بتاع بيتر باركر سيء وعرض عليه انه يصمم له واحده بدل بتاعه بيتر، وبدا يتكلم عن ازاي باركر مستحيل يعرف يدير شركه وان شركه باركر اندستريز مصيرها تقع. هنا سبايدر مان ما بيقدرش يمسك نفسه وبيضرب توني ستارك في وشه والاتنين بيمسكوا في بعض وبيبداوا يضربوا بعض بكل اللي عندهم. مايلز بيستغرب من تصرفاتهم الطفوليه وبيسيبهم ويمشي، لكن وهو ماشي بيتم اختطافه من قبل اغسطس رومان الملقب بريجنت. لما بيتر وتوني بيلاحظوا ان مايلز ما بقاش معاهم وان في انفجار حصل من بعيد بيعتذروا لبعض وبيبداوا يدوروا على مايلز. وبرضه بما ان القتال تم ومقاطعته في النص ما نقدرش نقول ان واحد فيهم هو اللي كسب، يعني نقدر نقول في الملخص ان المره الوحيده اللي الاتنين حاربوا بعض بشراسه كانت في احداث الحرب الاهليه وحصل بينهم معركتين، مره سبايدر مان هو اللي كان ليه اليد العليا وكان هينتصر لولا تدخل جنود شيلد، والمره الثانيه ايرون مان هو اللي انتصر. شكرا للمشاهده، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتقدروا تتابعونا على فيسبوك خلال الصفحه اللي هتلاقوا اللينك بتاعها مكتوب على الشاشه وبرضه هتلاقوه في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.